اللي حصل معايا في المكان ده عمري ما تخيلت ان هو ممكن يحصل، والراجل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كان سبب كبير في اللي حصل معايا، والراجل ده بقى عمل معايا الصح. ومبدئيا كده اللي قدامكم دي مش مائدة رحمن، والاكل ده مش جاهز ولا جايبينه من مطعم. الموضوع وما فيه ان انا وانا راكب في الميكروباص الدنيا كانت زحمه جدا والطريق واقف، والمغرب كانت هتأذن وكنت عايز افطر، والمحل اللي يافطته حمرا قدامكم ده هو سبب الزحمه. وعلى فكره ده محل كاوتش عربيات بس مشهور شويه، ده طبعا مش هو سبب الزحمه، رغم ان عنده الاسعار ارخص من الناس كلها، وكمان عنده حاجات مش موجوده عند غيره. بس السبب الرئيسي في الزحمه دي كلها ان اصحاب المكان كانوا عاملين حاجه غريبه جدا، كانوا جايبين الشيف اللي قدامكم ده ومخلينه يعمل اكل يكفي اكتر من 300 شخص، لانهم كانوا عازمين كل الاستاف اللي شغالين معاهم في كل فروع. وده ان دل على شيء فيدل على ان اصحاب المكان ده بيتعاملوا مع الناس اللي شغالين معاهم ان هم اهل ليهم، وان هم كلهم اسره واحده. طبعا اول لما المغرب اذن فطرت معاهم والدنيا كانت جميله ولذيذه، الاكل طعمه كان حلو، ولكن الاجمل الاجواء اللي مليانه سعاده. واخيرا بقى عشان ما اطولش عليكم، الناس دول شغال معاهم عدد كبير جدا من العمال وعندهم فروع في كل حته، واصحاب المكان والناس اللي شغالين معاهم هدفهم الاول والاخير ارضاء وخدمه كل العملاء.